السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعيني الكرام. طبعا دائما بحب دايما أرسل تحياتي الخاصة إلى فريق دعم اليوتيوب، نظرا طبعا لمجهوداته العظيمة الذي يقدمها لصناع المحتوى. طبعا إن شاء الله في هذه الحلقة هنتعلم مع بعض إزاي إن احنا نقدر نحفظ كذا كلمة بكلمة واحدة فقط. شوف كده مع بعض، هناخد كلمة واحدة، من خلال هذه الكلمة حضراتكم هنقدر نحفظ كذا كلمة بشكل بسيط جدا جدا. قبل ما اشرح اي حاجة، طبعا يعني انا بتأسف جدا جدا لكل متابعينا الكرام عن التأخير في البث المباشر، ولكن طبعا نظرا ل يعني طبعا انتوا عارفين انا مدرس لغة انجليزية ولغة فرنسية، فطبعا بيبقى مشغول جدا في المحاضرات، فانا اسف جدا على التأخير في طبعا عملية البث. شوف مثلا مع بعض، عندنا كلمة اسمها ار. كلمة اسمها ار. طبعا حضراتكم عارفين ار يعني يكون. ار يعني يكون. آه، بتأتي مع الجمع. يعني مثلا اقول مثلا ايه، these boys، هؤلاء الاولاد are Egyptians، بيكونوا مصريين. فاذا ار بمعنى يكون. طيب لو انا كتبت ار زي ما هي، نزلت ار زي ما هي، تمام، واضفت حرف الار في الاول، أصبحت رير. 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 رير يعني نادر، حاجة نادرة. حاجة ايه؟ نادرة. طيب لو نزلت ار زي ما هي، نزلتها زي ما هي، تمام، وبعدين أضفت حرف السي. أضفت حرف السي، أصبحت كير. 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 كير يعني يهتم. طيب لو نزلت ار زي ما هي وأضفت حرف البي، أصبحت بير. 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 بير يعني فارغ. لو نزلت ار زي ما هي وكتبت حرف الدي، أصبحت دير. دير. دير يعني شجاعة. يعني شجاعة أو جسارة. جسارة يعني شجاعة. إذا يا شطار نلاحظ من خلال كلمة واحدة بس حضراتكم قدرنا إن احنا نحفظ ما شاء الله. عدوا معايا كده يا شطار: 1 2 3 4. حفظنا 4 كلمات من أصل كلمة واحدة وهي ار. شايفين بقى؟ يعني احنا حفظنا 4 كلمات من أصل كلمة واحدة اللي هي ار. يبقى إذا يا شطار ار يعني يكون. فنعود نفسنا بقى في اللغة الإنجليزية يا جماعة. آه لو أضفنا حرف بيغير معنى الكلمة خالص، وبيغير أيضا متابعينا الكرام النطق. يبقى اذا بيغير المينين المعنى، وايضا بيغير البرونسيشن اللي هو النطق. فاذا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، عندنا كلمة ار بمعنى يكون. لو انا كتبت ار زي ما هي وبعدين اضفت حرف الار في بداية الكلمة، اصبحت رير. رير يعني نادر، حاجة نادرة. طيب لو انا اضفت حرف السي، اصبحت كير. كير يعني يهتم. لو انا كتبت حرف البي في البداية، اصبحت بير. بير. بير يعني فارغ. لو انا اضفت حرف الدي في البداية، اصبحت دير. دير يعني شجاع او جسارة. طيب هنا بقى يا شطار نلاحظ كلمة بير يعني فارغ. كلمة بير يعني فارغ. طيب شوف كده بير مع بعض. بير يعني فارغ او فاضي. طيب ايكوال بتساوي كلمة empty. كلمة empty اسمها ايه؟ empty. اسمها ايه؟ empty. اسمها ايه؟ empty. طبعا ناس هتقول الله، طب هنا في بي ليه ما قلتش empty؟ لا، كده اسهل من حضراتكم. هنا القاعدة تقول حرف البي، حرف التي اذا كان قبله حرف بي، فإن في هذه الحالة يكتب ولا ينطق. يكتب ولا ينطق. وهنا طبعا زي ما حضراتكم طبعا شايفين في حرف اتي، فبالتالي كلمة فارغ اسمها امتي وليست امبتي. اسمها ايه؟
امتي امتي. يبقى اذا احبائي متابعينا الكرام، هنقول على فارغ امتي وليست امبتي. تمام كده. طيب نعود نفسنا بقى يا شطار، بالنسبه للغه الانجليزيه بيبقى الكلمه ليها معنى اخر، ليها كلمه اخرى او ليها اخت اخرى بتساويها في المعنى، لكن بيختلفوا في الرايتن يعني الكتابة اند برونسيشن يعني النطق. طب على زي مثلا ايه يا شطار، لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال سبيك او سبيك، طبعا متابعيني الكرام هم عارفين سبيك يعني إيه؟ سبيك يعني يتكلم، سبيك يعني يتكلم. طيب ايكوال، ايكوال يعني بص يا شطار، ايكوال يعني بتساوي، كلمة ايكوال يعني بتساوي. طيب كلمة سبيك يعني يتكلم. طب انا كلمه سبيك مش عاجباني، خلاص خد توك. اسمها ايه؟ توك. اسمها ايه؟ توك. اسمها ايه؟ توك. اسمها ايه؟ توك. طبعا هنلاحظ ان حرف ال ما اتنطقش، لان القاعده تقول حرف ال لو كان قبله حرف متحرك فان في هذه الحاله يكتب ولا ينطق، بس طبعا يتكتب. فهنا طبعا اسمها توك، ما اقولش تلك، لا اقول ايه؟ توك. اقول ايه؟ توك. 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 طب ناخد مثال تاني يا شطار على حرف ال لو قبله حرف الايه اللي هو المتحرك يكتب ولا لا. ناخد كده مثال مع بعض يا شطار. واك، كلمة واك، 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 واك يعني يمشي. واك يمشي. هنلاحظ برضه يا شطار انه حرف ال برضه ما اتنطقش. يبقى اذا ال اذا جاء قبل منه حرف متحرك فإن في هذه الحالة يكتب ولا ينطق. يبقى إذا الدبليو خدت واو، الاي خدت ألف، ده طبيعي، وطبعا ال سايلنت، وحرف الكي بياخد كاف. بياخد ايه؟ كاف. طبعا ده اسمه كي، ما نقولش كي، كي لا، اسمه كي. كي. فإذا كلمة واك، واك، واك يعني يمشي. واك يعني يمشي. طب ناخد مثال آخر، بقول ايه؟ بالم، 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 بالم. برضو هنلاحظ ان حرف ال اتكتب ولا ينطق. بالم، البي ب طبعا، والاي الف، والام ميم، اصبح بالم. بالم يعني نخلة. بالم يعني نخلة. يبقى النخلة اسمها بام وليست بلم، ما نقولش بلم، عشان في ناس يا جماعة بتنطق غلط، لا اسمه بالم. بالم. طيب طبعا دي نخلة. طب التري اختها طبعا ايه؟ التري. يعني تري شجرة. تري يعني شجرة. تمام يا شطار. يبقى اذا يا شطار احنا من خلال ما شاء الله كلمة واحدة بس قدرنا ان احنا نحفظ 4 كلمات. طيب هنا طبعا يا شطار بالنسبة لكلمة سبيك يعني تكلم. طب كلمة سبيك مش عاجباني، خلاص خد توك. توك يعني يتحدث. طب هل في فرق بينهم؟ لا مفيش فرق، ولكن الفرق بس في التصريف. الفرق في تصريف الفعل بس. يعني مثلا سبيك ده لما نيجي نصرفه هنقول ايه؟ سبيك، سبوك، سبوكن. سبيك، سبوك، سبوكن. نصرف الفيرب متابعينا الكرام. سبيك تصريف اول، سبوك تصريف ثاني، سبوكن تصريف ثالث. يبقى يتكلم، تكلم، تكلم. طبعا يا شطار، طبعا زي ما قلت قبل كده كذا مره على قناه انجليزي محمد علي علام، وشرحت لحضراتكم قلت لكم يا جماعه الفعل بيتصرف مع له 3 صور: تصريف اول، تاني، تالت. طبعا الاولاني الشطار بنستخدمه في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، بينما التصريف الثاني بنستخدمه في زمن الباست سيمبل الماضي البسيط، بينما التصريف الثالث بنستخدمه في زمن اسمه البريزنت بيرفكت المضارع التام، او الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام. طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم نكتفي بهذا القدر، واترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في محاضره اخرى ان شاء الله. تحياتي الى حضراتكم.